مرحبا، يسعد اوقاتكم جميع. معكم رافي النحلاوي. اليوم حبيت شارككم من مطبخي طريقة تقديم المسبحة باللحمة والمكسرات. تابعوا مع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اول خطوة بنحط سمنة، بنشغل النار، طبعا بنخلي النار متوسطة وبنستناها لتحمر. وهلا رح بنزل بالبصل مقطعته مكعبات صغيرة، وهلا بعمل لهم تقليبة، بستنى عليهم شوي لتدبل البصلة مشان انزل باللحمة المفرومة الناعمة. وهلا بحط رشة ملح ورشة فلفل، وبرد بعملن تقليبة، وبتركن لمدة 10 دقايق على نار متوسطة لحتى تستوي اللحمة. وهلا بالوقت اللي عم ننتظر فيه اللحمة تستوي رح نحضر المسبحة. بالنسبة للمسبحة فيكن انتو تحضروها بالبيت، وفيكن كمان تشتروها جاهزة من المحلات. انا اليوم جايبتها جاهزة. اول شي بنحط المسبحة وبنفردها بالصحن، وبنفس الوقت ان شاء الله حنزلكن حلقة على قناتي كيف طريقة تحضير المسبحة. وهلا بعد ما فردنا المسبحة منزينها بشوية كمون ناعم وبابريكا بيعطوها طعم كتير طيب للمسبحة، وحضيف طحينة بتعطيها طعم كتير مميز. فيكن انتو هون بعد هالخطوة هاي منحط زيت زيتون، وبيكون طبقنا جاهز للتقديم وبيطلع طبق خفيف وكتير طيب. او ما منحط زيت زيتون، مننزل عليها السمنة واللحمة والبصل مثل ما انا هلأ حقدم لكم اياها بالطريقة التانية. فينا نقدمها اما بهالطريقة او بهالطريقة، والله بالطريقتين كتير طيبة. ومننزل اللحمة اللي حضرناها ونفردها على الوش، وبزينها بشوية مكسرات أنا محمصتن ومحضرتن. وهلا منحضر شوية سمنة، ويفضل إنها تكون سمنة بلدي بتعطينا طعم كتير مميز، ومنستنى عليها لتحمى منيح مشان ننزلها على المسبحة. وهيك حبايبي صار طبقنا جاهز للتقديم. اللهم بارك لنا بما رزقتنا. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شي جديد، وتابعوني على الفيس والانستغرام. سلام.